السلام عليكم. الفيديو ده ان شاء الله هقول لك ليه دلوقتي معظم الفيديوهات اللي بنشوفها بقى رتمها سريع جدا، تحس ان اصحابها مستعجلين كده والفيديو مليان كاتس وكابشنز، مع ان انت بتبقى سمعت الكلام اصلا مش محتاج تقراه كمان. اللي ادى ان الفيديوهات تبقى سريعه بالشكل اللي احنا فيه دلوقتي ده ثلاث عوامل. اول عامل الالجوريزم، تاني عامل الشخص اللي بيصنع المحتوى، ثالث عامل المشاهد نفسه اللي هو احنا. من ناحيه الالجوريزم دي هي اللي بتطلع لك الفيديوهات المناسبه ليك، دي كلنا عارفينها يعني. عارف كده تيجي تفتح فيديو طبخ ولا حاجه ويعجبك، تلاقي بعدها 10 فيديوهات طبخ، تيجي تعمل لايك لاي حاجه تلاقي نفس الموضوع ده طلع لك في باقي التايم لاين. فدي الالجوريزم هي اللي بتطلع لك الفيديوهات، والالجوريزم هدفها ان انت تقعد اكتر وقت ممكن على الموقع ده، فبالتالي الشركه هتظهر اكبر اعلانات ممكنه وهتكسب اكبر قدر ممكن. تاني عامل ادى ان دلوقتي الفيديوهات معظمها سريع هو الشخص اللي بيعمل الفيديوهات نفسها. دلوقتي انا مثلا لو عملت الفيديو اترفع، الناس كملته للاخر لاي سبب كان، فالالجوريزم هتفهم ده الفيديو ده الناس بتكمله للاخر، خلاص طلع الفيديو ده اللي الناس بتكمله للاخر، طلع له محمد لان محمد قرب يزهق وشكله هيقفل الابلكيشن، في الغالب هيكمله للاخر وهيقعد وقت اكتر على الابلكيشن. فكده الالجوريزم بتشوف الفيديو اللي المشاهدين كملوا للاخر وبتطلعه للناس اكتر، فمعنى كده ان الفيديوهات اللي بتكمل للاخر بتجيب مشاهدات اكتر، فصانع المحتوى اللي عامل الفيديو ده هيفرح الفيديو اللي عمله بيجيب مشاهدات اكتر، فهيلعب بقى على الحته دي، هيحاول يخلي الشخص اللي بيتفرج يكمل الفيديو للاخر، فبيعمل اللي احنا قلنا عليه ده، بيحط كابشنز وبيعمل كاتس كتير قوي وبيطلع يتكلم بسرعه عشان ما يديش فرصه للمشاهد ان هو يمل لو ثانيه واحده. العامل الثالث اللي خلى دلوقتي معظم الفيديوهات السريعه هو المشاهد نفسه بقى. دلوقتي احنا كمشاهدين الفيديو اللي احنا بنميل ان احنا نكمله للاخر هو الفيديو اللي احنا بنبقى مندمجين فيه اكتر، حتى لو الفيديو ده ما فيهوش اي محتوى. بس دلوقتي انا لما يكون الفيديو قدامي فيه مؤثرات بصريه كتير، فبالتالي هكمل الفيديو ده للاخر. ده غير اصلا معظم المشاهدين لما يبقى داخلين قاعدين على السوشيال ميديا وكده بيبقوا اما هربانين او قرفانين، فاللي هو انا ببقى عايز يعني انا ورايا هموم مثلا عايز انساها، مش عايز افتكرها كل شويه، كل ما الفيديو اللي انا اتفرج عليه ينسيني اكتر او يخليني مندمج فيه اكتر فده هكمله اكتر. والفيديوهات اللي بتخليني اكملها اكتر هي الفيديوهات اللي كلها مؤثرات صوتيه وبصريه. فالخلاصه يعني دلوقتي واحد عمل فيديو، انا المشاهد كملته للاخر، الالجوريزم طلعته للناس اكتر فالفيديو جاب مشاهدات اكتر، فصاحب الفيديو فرح فزود مؤثرات صوتيه وبصريه وكده والناس اتفرجت اكتر، فالالجوريزم طلعته للناس اكتر، فكل الناس بتعمل فيديوهات سريعه. بس كده.